نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو لسه محتاره في الغدا تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. معايا حله حاطه فيها هنا زيت وجبنه باك، ده كان عندنا حته ليا حطيناها وخليناها كده على النار لغايه ما الليا بتاعتنا دي اصفرت ونزلت كل الزيوت او الدهون اللي فيها. تمام. واول ما اصفرت نزلنا عليها كده بحوالي 5 بصلات كده، لان المحشي بيحب البصل. نزلنا عليه ب5 بصلات كبار، واول ما البصل معايا دبل نزلنا عليه بعصير الطماطم. تمام. ركناها على العين التاني وجبنا بقى الرومي متقطع، حط طماطم بصل جزر ورق لوري وفصين كده او 3 من الثوم. وهنحط بقى بهاراتنا ايه، ملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. نسيب الروم على النار لغايه ما بس يتشوح. تمام. اول ما يتشوح معايا ميه مغليه هنزلها عليه على طول عشان ناخد احلى وقطع الشوربه الروم. هنا بقى التسبيكه كانت خلاص، الطماطم معايا اتسبكت، حطيت مكعب مرقه، ملح، فلفل اسمر وكزبره وكمون، دي الحاجات اللي احنا بنحطها للتسبيكه بتاعه المحشي. تمام. شايفين الصلصه بتاعتنا حمرا ازاي؟ اهم حاجه نتاكد ان احنا هرسنا مكعب المرقه ده كويس في الصلصه. جبت حوالي كده كيلو من الرز ونزلت عليه في الصلصه وهنقلب. هنا كان الرومه معايا اتشوح خلاص ولونه كمان اتغير، شايفين اخد لون كده ايه. نزلت عليه بميه سخنه، شايفين اصلا لون الشوربه عامل ازاي من قبل ما اللحمه تستوي. سيبها على النار بقى بتكمل سوا براحتها. وده الرز بتاعنا اهو. هنعمل ايه، هنحط بقى هنحط الخضره بتاعتنا. طبعا كلنا عارفين خضره المحشي، شبت وكزبره وبقدونس. تمام. وادينا لهم تقليبتين. وتعالوا بقى نعمل المحشي بتاعنا. هنعمل ورق عنب، ورق كرنب، وهنعمل بتنجان وكوسه او بتنجان وفلفل، مش فاكره تصدقوا، تقريبا بتنجان بس. حاطه ايه في الحله، مقطعه طماطم، نص قرن فلفل حامي، فصين من الثوم، رشه ملح، رشه كزبره، رشه كمون. وده اللي بنحطه في قعريه الحله اللي احنا بنلف فيها. وهنجيب بقى ورق العنب عشان خاطر نلف. طبعا ورق العنب بيتقفل من ناحيتين زي ما انا بلف كده. بتحط حبه رز قليلين خالص، طبعا ما تكتريش لان لما بيستوي عشان ما يطلعش منك بره ورقه العنب. تمام. اهو شايفين ورقه العنب بحط الحته، هي بتبقى حته خشنه وحته ناعمه، خلي الخشنه من جوه والناعمه هي اللي من بره. تمام. زي ما احنا شايفين كده، وبتقفلي من ناحيتين وبتلفي. شايفين بيطلع معانا الصابع صغنطوط وحلو ازاي، مفيش اسهل من كده. برضو ورق الكرنب برضو، بس مش هنقفل بقى من ناحيتين، ورق الكرنب ما بيتقفلش من ناحيتين، بيتلف كده على طول. بس برضو ما بتكترش فيه رز عشان لما يستوي الرز ما يخرجش بره ورق الكرنب. واهم حاجه وانت بتلفي بقى ما تخليش ولا حبايه رز بره على ورقه الكرنب كده. شايفين انا بعمله كده بايدي بحيث ما يبقاش عليه ولا حبايه رز من بره عشان الرز او المحشي بتاعنا ما يعجنش. تمام. هنا بقى هنحشي البتنجان، والبتنجان ما بنحشيهوش للاخر عشان لما هيستوي الرز بيطلع لفوق فما يخرجش بقى والرز يطلع بره البتنجان كله ويملى الحله بتاعتنا. شايفين انا بسيب قد نص عقله من الصابع كده. تمام. نجيب بعد ما لفينا المحشي، طبعا ما لفتهوش لوحدي، بنلف احنا انا وسلفتي. تمام. جبنا بقى ورق العنب، حطيت عليه مكعب من المرقه، فتفته كده على الورق العنب، وجبت بقى ليمونه او نص ليمونه وعصرناها كده على الوش، وهنسقيه بقى بالشوربه الرومي الجميله دي. شايفين الشوربه عامله ازاي، حاجه كده لوز اللوز عسل. طبعا بنهز الحله يمين وشمال عشان خاطر نتاكد ان الشوربه بتاعتنا نزلت كلها او المحشي بتاعنا اتغطس كله من الشوربه. تمام. زي ما عملنا كده في ورق العنب برضو هنعمل كذلك في ورق الكرنب والبتنجان بتاعنا. كان هنا الاكل خلاص استوى، واول طبعا ما المحشي بيتشرب الميه بنهدي عليه النار ونسيبه يكمل سواه. دي الشوربه بتاعتنا يا جمال وجمال. شايفين بقى الاكل سخن، ويلا بقى تشجعي قومي بقى اعملي شويه محشي ودفي معدتك انت والعيال. شايفين بقى دي الصينيه بقى الجميله بتاعتنا. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله. ومع السلامه.
Thank you.